ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. الدنيا بتشتي. اللهم رزقا وغيثا نافعا، وربنا يجعلنا كده زي الغيث، كل ما نحط في مكان ننفع يا ولاد. بحبكم جدا جدا. ازيك يا ام؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ طبعا يا حبايبي احنا كنا يا رب بنكشف. تعدي عليكم الايام بخير ويجعلها سنه سعيده عليكم يا رب. يا رب. احنا كنا على الدكتور يا حبايبي ولسه جايين والدنيا قالت شوفوا الشتاء الحمد لله. يوم الليل انا كنت بكشف احلى ولا دعوه بتكشف؟ الوقت اللي يدعاها حد ساعه الشتاء يا دي. رب. ربنا يبارك لكم يا رب ويزيد. طبعا انا ووالدتي كنا بنكشف، والنهارده احنا صايمين زي ما انت في المطر. والمطر جميل. خليكي يا قلبي، وتنسوش اللايك، وبنحبكم في الله، وادعوا لنا كده بالشفاء ربنا يجبركم ويجبرنا. ربنا يجبر خاطركم جميعا ويجعله آمين. شهر مفترج عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب. امين اللهم امين امين. كل سنه وانتم طيبين وعودا عودا يا رب. ربنا يزيدكم جميعا من علوم الله يا رب اللهم العالمين. امين. يا رب. صباحكم عسل ويومكم مفترج. بنحبكم في الله، وما تنسوش اللايك، وتابعوا معايا الفيديو كده النهارده في السعاده. ربنا يا رب. يخلي يا رب ويهديكم ربنا يخلي لي يا امي رب. وابويا يا رب العالمين، ويخليهم ليا كده دايما يا رب العالمين. شايفين بقى البحر والشتاء نازل عليه كده خفيف، بس ايه شكله منظر جميل جميل. ماسكه ايه ده؟ بس انا مش رافعه. لا يا والله جامد. كل اللي انت مش قادر تنوم ايدك كده. لا يابا هي ماسكه كده، في حد ماسك ما كده؟ تمسك انت راسك. طب يلا اهدى شوف لا احنا عايز شوف هي ايدها راسيه. راسي ايدك على الارض انت راخر ازاي؟ زي ما هي ايدها راسيه على الارض. مفيش حاجه اسمها كده اصلا، هي امسك كده. ايدك انت راخر. ازاي كده؟ ما كده هغلبها بسهوله، ما هي كده هشد المعديه. خلص دي بتشد. لا سيبي دي. انت بتلعبوا انتوا الاثنين. يا عم جوي بابا شيل دي. والله 50 جنيه يلا الحمد لله. كده تسيبي. هي طب المفروض غلبتوا انتوا الاثنين خدوا 100 جنيه. تعالى اهي انتوا الاثنين. كده بتاعتي. الواد حبيبي دي جامد. 150. ماشي انت لك كده عندي 150. لك اهو، لك عندي في الامانيه. انا مش لاقي. طب هو انا هلعب انا. لما الميك كده تصحى. اوعى هلعب انا. هيغلبك في ثانيه. بس مش هشيل اعصابك برضك عشان انا انا انثى. انا مش شايفه اي انثى في المكان. انا الحكم. وجاي انا لك بس عشان شويه ودي كده. قطع الدنيا. انت بتعمل لي نايمك انت بترد الرده ولا ايه؟ يلا يلا يا بنت اللي بسالتي. بنت بتسالي. الضحك هيسيب اعصابك. انا مش هنتكم. بابا زوج عشان مش يقول. انت غبي يلا، انت بتزوق كده ولا سكر انت كده. يلا يلا تكسب. ممكن اكسرك. لا مش هتعرف تكسب. تك كده. يا ابني انت بتزوق ولا شو؟ زوج عشان مش يكسب. عشان مش يكسب. شايفه؟ يلا كمان 50. لا يا حبيبتي طلع الجزء عليه. هو كان متثبت كده. انا ما رضيتش اغلبك. لا يا مش لاقي 50 جنيه. انا ما رضيتش اغلبك. طلبت ليه؟ ايوه غلبك دلوقتي. مش لسه غلبك يا انت يا بص انت. لا عامله كده اهو شدتها على الهوا كده. والله ما عامله كده. أنا عاملة كده. طب ما انا غلبتها عملتها كده وقمت غلبتها في ثانيه. لا بتطول. انت بتضرب اختك ليه الكبيره؟ عيب. عشان هي مش محترمه. هتنشلها ولا تخلع عينيه يعني ولا ايه؟ وحياة ربنا العصايه بتاعتك اصبر عليا، انا عارفك تضرب اختك ازاي. انا جماعه كل النهارده عشان ادينا فلوس. 150 جنيه فين يا معلم؟ انتوا اللي عليكم 150 جنيه. اسلم عشان اوريكم الختم الجديد. الخاتم الجديد. ومعاه خاتم عقرب. واحد عقرب واحد حصان. خلاص يا عم بدل العقرب. ان شاء الله انا هعمل حديقه حيوان فوق. باذن الله. حضرتك حيوان في ايدك. انا كده جمعت واحد العقرب وجمعت حصان. حصان بس انا اسد. مبروك. سنه تعبان. دي كده خرزان. بس اوعى تكون يضيع. اوعى تضيع الختم الجديد تاني. حاج محمد رهانك اطلع للعيله لو سمحت، عشان كده يبقى شكلك وحش. ده مش قد الرهان. مش قد الرهان مش راهن. انتوا اللي عليكم. دي اللي انا عارفها. هم اللي عليهم لاقي فلوس. انا غلبتهم.
انت اللي غلبتني. لا انا لسه دلوقتي فلوس. انت هديك انا عليك كده 150 جنيه ان شاء الله في الاخر هديكم لك. بالاخر لا لا يعيشنا للاخر. ماشي. أنا هيضرب لك في الاخر. اما انا لسه هم مستوعب اللي الكلام، عليهم. معلش. انت يا معلم ايه الكلام ده؟ ادوهم انا لاقي 100 جنيه. ادوهم الفلوس بتاعتهم لو سمحت. وانا مش هبط المره، هاخد 50 بس. لا حقها يا الولية، حقها بتاخد حقها، ما بتاخدش اكتر من حقها. حاجه ازاي؟ ايوه هي كسبتني مره وانا طب كسبت صلوا على مره. النبي عشان نبقى صراحه، هدوم لك قدام الكاميرا واخدهم بعد ما الكاميرا تقفل. لا يا حبيبي ماشي ماشي يا عم، هات 50 جنيه. بقابلني لو طلبتهم تاني. دي بقى لو وعد الكاميرا اخويا جاب لك الكاميرا. عارف انت 350 جنيه الله هجيبها اكبر لك. الله اعظم، انا زدت من احسن لي. ايوه لا. تعال هم انت. الله راح أسوي. طب بص، الفلوس قبل الصلاة عادي. 150 جنيه يطلعوا. هفيك وانا جاي ولا جاي؟ لا احنا مش عايزين، احنا غنيين. احنا بنفك. يا اما تجيب 50 جنيه وما تشرب طيب. يلا احنا بنتكلم. 50 جنيه مين؟ ده البنت الغلبانه ده مسكينه. مسكين. يا عمي يبقى لكم عندي 150 جنيه هاتهم دلوقتي. هتاخدوهم في الجنه. لا صدقني طلع. دول دي مكسب، مكسب ليك. لا احنا الحين ناخد دلوقتي. مكسب ليك وقتي والله. يا وقتي بنت كاش. عد حسنات وبتاع للاخره ربنا يكرمك. يا ستي انا ربنا يكرمنا كلنا جميعا. خلاص قاعده نشفت ولا مفيش فلوس يبقى روح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو كنت بكشف انا ووالدتي. ربنا يا رب يخليكم ويجبر خواطركم يا رب العالمين. كل حبايبي وكل اللي بيحبوني وبيحبوا اهلي، بحبكم جدا جدا، وربنا ما يحرمنا منكم ويديمكم نعمة في حياتنا. زي ما انتم شفتوا كده اجى اليوم طبعا خلص وفطرنا وكل الحاجات دي، وبعدين خدت لكم لقطات كده من الليل. طبعا اجالي اخويا ربنا يا رب يخليه ويديمه نعمة في حياتنا ويجعله سند لينا، هو ومراته. طبعا اجوا عشان يقولوا لي كل سنه وانتي طيبه يا سموره. طبعا انا الكبيره يا ولاد زي ما انتوا عارفين. طبعا هو حبيبي شغال ما بيفضاش يا حبايبي، يعني ربنا يعينه ويقويه. عشان كده بيجي لي يعني مش بيجي الايام دي كتير، لان هو شغال الله يعينه. انتوا عارفين رمضان بقى وقته قصير تمام. طبعا كان جاي وجايب لي الخير كله معاه، ربنا يخليه لي يا رب العالمين. كان جايب لي بصوا شايفين جايب لي موز جدا ربنا يوسع عليك يا حموده وربنا يخليك يا حبيبي. ونفرح ببناتك يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت ان انا اطلع حاجة اخويا بعد ما مشي، طبعا يعني خدنا قعدتنا ومشي. دخلت بقى افضي يعني الحاجات اللي هو جايبها. طبعا كانت بعد ما اخويا مشي اجت اخت زوجي قعدت مع زوجي وبنت اخته وكده. فطبعا طلعت كده الفواكه، وبعدين بدأت ان انا ارص كده الفاكهة في الاطباق بتاعتها. وبعدين عملت لها نصيب من الفاكهة اللي باخت زوجي، عملت لها نصيب اللي هو في الكيس ده، واخدته طلعته لها بره وقلت لها خدي كلي انتي وهي يعني تمام، هي واولادها وكده. طبعا يا حبايبي دايما ما يكون عندك حاجة فرجي على الحبايب، والله الحاجة يعني ما بتنقصش، بالعكس ده فيه بتزيد المحبة وبيزيد كل الحاجات الحلوة. ما بتبقاش طماعة، انا ما بحبش الطمع، انا بحب هادي جدا. لما بيكون ربنا مديني حاجة بدي منها الكل. هنا كده زي ما انتوا شايفين الطبق ده راح لاخوات زوجي اللي هما الصغيرين. وبعدين بدأت ان انا افضي بقية الاشياء كده، واجهز كمان صينية تانية، لان في ناس برضو بعد ما اخت زوجي مشيت وبنت اخته وكده اجت ناس تانية تمام. مع زوجي قعدوا برا يسهروا. كانوا جايين له كده في مصلحة طبعا. فطبعا احنا بيت كرم زي ما انتوا فاهمين، مش هينفع يطلعوا كده بدون ما نحط بقى فواكه وحلويات. حطت لهم زي ما انتوا شايفين كده هما كمان صينية، حطت لهم قطايف طبعا الحلويات اللي كنت قدمتها لمحمد اخويا في الاول اللي هي الخشاف والحلويات المهلبيه كانت خلصت للامانه، فطلعت انا بقى قطايف وفاكهه تمام. المهم يا حبايبي يعني بصوا طلعوا اي حاجه عندكم طلعوا منها. اكرموا الضيف، اكرموا الضيف ده من سمات المؤمن. اكرام الضيف يا حبايبي، ما نبخلش على الضيوف، نطلع من اللي عندنا، ربنا بيطرح البركه، مش حاجه بتنقص ابدا. طبعا برضو محمد اخويا كان جايب لي قطايف وكنافه. ربنا يا رب يخليه، عملتهم تاني يوم.
هنا كده اللهم صل على سيدنا محمد، سبت زوجي والناس قاعدين طبعا، وقلت اما اطلع اقضي مصلحة وارجع. طلعت السوبر ماركت، جبت كام غرض كانوا ناقصيني كده، مكرونة ونسكافيه، وكانت عايزة قهوة تركي. تمام. وكم حاجة كده يا حبايبي. بصراحة يعني أنا في حاجات جبتها وما صورتهاش عشان كان في ناس يعني واقفة في المحل، وما حبيتش إن أنا أحرج أي حد. تمام كده. هنا دي كده المكرونة، وهنا النسكافيه. ويعني أنا طبعا بروح أجيب من البلد اللي جنبي. تمام. يا إما بطلع أتمشى أنا، يا إما باخد صالح ابني ربنا يخليه ويهديه يا رب العالمين يوديني، يا إما أبو حبيب بيوديني كده يعني. المهم خلصت ورجعت لقيت لسه عندنا ضيوف قاعدين بره مع ابو حبيب. طبعا انتوا عارفين ان القعده اللي في البرندة دي بصراحه اجت حلوه جدا، يعني الضيوف بيدخلوا يقعدوا فيها، واحنا في بيتنا مستورين، يعني انتوا فاهمين. الحمد لله على الستر، ربنا يسترنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك ويستركم. فقلت خلاص اطلعي يا بت، ايه خشي اعملي لك اي مصلحه كده، يعني ما تفضليش قاعده. اللهم صل على النبي. قلت اعمل الخشاف واجهزه ان شاء الله على بيات لبكره. عملته كده زي ما انتم شايفين، بجيب التمر، بجيب الفواكه المجففه، بقطع كل الفواكه المجففه. طبعا ده مشمش وزبيب وتمر وتين، بقطعهم وبضيف عليهم الحليب. تمام. وانا ما بضيفش اي سكر على الخشاف اللي باللبن اللي بالحليب يعني. طبعا لو انت عندك مكسرات حطي مكسرات بس قبل التقديم يعني ان شاء الله انا عامله دي على بيات. تمام. يعني على من بالليل، انت بقى قدميها ان شاء الله بكره. وانت بتقدميها حطي المكسرات. خلاص يا حبايبي، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكان خفيف عليكم. بحبكم جدا جدا. السلام عليكم.